صح ولا غلط؟ هل لو انا اتنفست واتنفس بطريقه مش مظبوطه خلال اليوم ده ممكن ياثر على عضلات الرقبه ولا لا؟ عايزه اقول لكم ان طبعا ده بيأثر على عضلات الرقبه على اللونج ران. خلينا نوضح الاول عمليه التنفس دي اصلا بتمشي ازاي. من 80 ل 90% بتقوم بيها عضله الدايفراجم اللي هي الحجاب الحاجز. طيب تمام، انا دلوقتي باخد نفس قد ايه؟ في الادلتس، في اللي هم الناس البالغين يعني، بيبقى من 13 ل 15 مره في الدقيقه الواحده، وممكن كمان توصل ل 25 مره في الدقيقه الواحده. ممكن يوصل لحد 22 الف نفس في اليوم. طيب انا عشان اتنفس بطريقه غلط ساعتها انا بستعمل ايه؟ بستعمل عضلات رقبتي. دي اصلا بنسميها الاكسسوري ماسلز في التنفس. يعني بتبقى عضلات مساعده، ليها جزء ان هي بتتدخل في التنفس بس بنسبه معينه. الناس اللي بتتنفس بقى غلط بيبتدي النسبه دي ما بتبقاش مظبوطه، بيتنفسوا بشكل زياده بعضلات الرقبه، فيبتدي مع الوقت يحصل على طول شد في عضلات الرقبه اللي قدام واللي ورا، فيبتدوا دايما يشتكوا من صداع. ليه بقى الكلام ده كله؟ لان ببساطه شديده جدا عضلات الرقبه دي، العضلات بتاعه الرقبه وعضلات الشيست من فوق، دي عضلات بيبقى ليها ستراكشر معين، ليها شكل معين، بتشتغل على مفاصل بشكل معين، غير تماما عضله الحجاب الحاجز اللي ربنا خالقها عشان تتحمل لود بتاع النفس ده. لو احنا طول الوقت بنتنفس بالطريقه دي فاحنا كده عاملين مجهود عامل ازاي على العضلات دي. تخيلوا ان انتوا عضله بتشغلوها بيوصل ل20 الف مره، دي عماله بتكونتراكت وبتريلاكس، كونتراكت بتنقبض وتنبسط طول الوقت. مع الوقت هتحسوا بايه؟ طب هي لو استحملت فتره هيحصل لها فيلير بعد ايه؟ هي اكيد مش هتقدر تكمل. فطبيعي بعد كده مع الوقت ده اكيد هيبقى سبب كافي قوي ان انت لو حتى مش ما عدتش مثلا بان انت حصل لك حادثه بعد الشر، او حصل لك تروما، او اتخبطت في رقبتك بشكل مباشر، او بلس القعدات الغلط والكلام ده كله. كمان التنفس بيبقى ليه دور مهم جدا جدا في الالام اللي احنا بنحس بيها في عضلات رقبتنا. طيب ايه ابسط تمرين اقدر اعمله عشان اشغل تاني الحجاب الحاجز؟ خليكم عارفين ان لما بيحصل انقباض في الحجاب الحاجز لازم قصاده يحصل ان اللي هي الابدومينال كافيتي، او اللي هي المنطقه اللي بتبقى تحت الحجاب الحاجز دي، لازم يحصل فيها اكسباند، يعني لازم تترفع. هو ده معناها كده ان انا مشغله الحجاب الحاجز مظبوط. حلو قوي. انا عشان اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمله بتمرين نفس بسيط جدا. بحط ايد على الشيست ماسلز، على عضلات الصدر، والايد التانية على عضلات بطني. تمام. انا لما باخد نفسي مهم قوي ان انا اخده من النوز. باخد النفس وبعد المفروض ل7، بملاها خالص بالهواء، اتاكد ان انا فعلا ايدي اللي تحت دي اتحركت، ده كده معناه ان انا كده بتنفس بطريقه مظبوطه. وبعد كده بخرج من بقي بالراحه كده وانا بعد لغايه 4. كده انا مرنت نفسي ان انا اتنفس بالحجاب الحاجز بطريقه مظبوطه. بكرر الاكسرسايز ده 5 مرات كل ساعه على مدار اليوم بقى، في اي وقت، وانا ماشيه، وانا نايمه، وانا قاعده، يعني في بوزيشنز مختلفه بمرن نفسي على التمرين ده. مع الوقت بلاقي ان عضلات رقبتي بدات ترتاح، وعضله الحجاب الحاجز بدات تشتغل بشكل كويس، والتنفس بتاعي هيظبط، وهتلاقوا ان عضلات الرقبه بدات ترتاح خالص مع الوقت. اشوفكم في فيديو تاني في صح ولا غلط.